زين. المجرب لا يجرب. صارت قاعدة والمرجعية تنادي بيها والكل يتحدث بيها وندعو للتغيير ومتفائلون بحكومة السيد العبادي. زين. شو صار السيد خالد العطية، الشيخ خالد العطية على الحج والعمرة وحسن الياسري والى اخره. زين، مو المجرب لا يجرب. شوف جوابي لأن حتى أكون منصف، أنا ماكو علاقة تربطني بشيخ خالد العطية وما أعرف شنو إمكانياته وقدراته، لأنه ماكو فد شيء حتى من كنا بلندن ما أعرفه، يعني ماكو احتكاك بيني وبينه، فما أعرف إذا هو ناجح أو فاشل أو كذا. لكن النغمة اللي يتحدث بها الآن الدكتور حيدر العبادي هي ذات النغمة الذي كان يتحدث بها قبله، انه الكتل تعطيني مرشحين اخرين، لا يوجد توافق ما بين الكتل على مرشحين اخرين، على مستقلين، على مدنيين، على نفس النغمه، رجعنا ذاك الطاس وذاك الحمام، ابدا ما راح يختلف يعني الوضع والحكي ولهذا السبب حاله التيئيس اللي يوصل لك اياها، انه انت ما قدمت لي وزير مثلا معترف، انا اجيب الوزير اللي اختار، انت ما قدمت لي رشحت لي مثلا رئيس هيئه، افرض هالشكل هذا مستقل وبمواصفات وكذا، فانا راح اجيب واحد يهدد هو بالتلفزيون، راح اجيب واحد حتى لو انت ما ترضى. شو اسوي لك اذا انت ما تقدم لي؟ زين، انا الان اساله من خلال قناة بلادي ومن خلال برنامج لقاء خاص، انت اذا هيك محاصر وماكو احد يقدم لك، تعال لنا احنا المدنيين بدل رئيس هيئة اي هيئة بالعراق اقدم لك 100، شنو ونسوي على 100 تصويت بالبرلمان، خلينا نشوف يا معياركم في الاختيار. طبعا معيار اول معيار المهنيه الحرفيه، ما نجيب له، ما يصير تقول لي انت مثلا يعني افرض بالاستثمار واجيب لك واحد ما يفهم بالاقتصاد ولا ده، وهذا ايش دا يصير هسه حاليا؟ اي طبعا. يعني اليوم نتحدث عن المهنيه والكفاءه والنزاهه، واجيبه مدني علماني مو لحيه ومحابس وصحة. عندك مشكله ويا اللحيه لا والصحة؟ لا 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 مو هذا خطيه باسم بس باقي العراق. لا مو كلهم. لا. احنا اتفقنا دكتور عادل. لا ما يخالف، بس هاي العباره، بس هاي العباره لا تعطي يعني تصور للمشاهد على انه ابو اللحيه منو الباك؟ منو الباك؟ وين؟ دقيقه، اعطيني شيوعي باك وزارتين، يلا شو انا مو شيوعي، انا ضدي الشيوعيه 180 درجه، لان الرجال ليبرالي راسمالي التفكير مو اشتراكي. زين، اؤمن بالعداله الاجتماعيه، اعطيني شيوعي سلمناهم وزارتين، مفيدي جزائري رائد فهمي غيره، قل لي باقه ودينار كافر. انت مو تقول، انا ما اقول، انا اقول الشيوعي مؤمن، انت شو تقول؟ تقول الشيوعي كافر، هذا لا محبس ولا لحيه ولا سبحه، كل شيء ماكو. اعطيني اياه باق دينار، يلا هاي وياك. الوزارات موجوده الان، بيد من الوزارات؟ ذني الوزارات اللي هم مسكوهم مو بيد الحكومه الحاليه، طلعوا لي ملف قلوا لي هذا بالنزاهه بالكذا، قلوا لي هذا لص. والله فشله من علي بن ابي طالب كلش. بس من يصعدون يخطبون، اما والله قال الامام امير المؤمنين عليه السلام، اما والله لقد رقعت مدرعتي حتى استحييت من راقعه، وكان ولده الحسن هو الذي بشيعته وسنته، حتى نكون منصفين. الاسلاميين بشيعتهم وسنتهم واحد انقص من الثاني يا رب. اي يا اخوي تريد ترتاح بس ما